استفاد المهندس أحمد الدقيقي من المغادرة الطوعية، وكان على رأس مصلحة الصفقات في وزارة التجهيز. قبل أن يغادر أنشأ مقاولة أراد أن تكون أداته في الاستفادة من ماضيه في وزارة التجهيز وإحراز الصفقات التي تثير لعاب الكثيرين، ولكنه اصطدم بصرامة الذي خلفه في المنصب، ولم يكن سوى مساعده على مدى 20 عاما. حاول إغراءه، ولما فشل سعى إلى وسائل أخرى. استفاد المهندس أحمد الدقيقي الذي كان يعمل رئيسا لقسم دراسات المنشآت الهامة في وزارة التجهيز من المغادرة الطوعية. كان قد قضى زهاء ربع قرن على رأس ذلك القسم، حيث كان يتولى رفقة عدد من مساعديه إعداد الملفات الخاصة بصفقات إنجاز الأشغال، كما كان يتولى تقدير كلفتها. كان بالنسبة للمقاولين رجل الصفقات، وكان سامي المسؤولين يشهدون له بالكفاءة، ولم يكن يفوت فرصة واحدة للحصول على الترقيات وما يصاحبها من تعويضات مالية. عمل إلى جانب المهندس الدقيقي مساعدا له المهندس رضوان المعمري على مدى نحو 20 عاما، وكان رجلا جادا محبا لعمله، وقد نشأت بينهما صداقة رغم التباين الواضح في طبعيهما، بل إن تلك العلاقة تطورت إلى تعارف بين أسرتي الرجلين. يذكر العارفون بكواليس قسم دراسة المنشآت الهامة في وزارة التجهيز أن المهندس أحمد الدقيقي تكتم على أمر استفادته من المغادرة الطوعية حتى اللحظات الأخيرة، بل إن عيونا رصدت أن نشاط الرجل زاد في الشهور القليلة التي سبقت الإعلان عن مغادرته الطوعية. وقد استوقف بعضهم أن الرجل وهو رئيس قسم الدراسات تولى شخصيا إعداد ملف كان يتعلق بإحدى المنشآت المائية التي كانت الحكومة تريد إنجازها في أقرب الأجل. ولما أتم الدراسة وصار الملف جاهزا، أعلن أنه سيغادر منصبه مستفيدا من المغادرة الطوعية. وقد أوصى المهندس الدقيقي بأن يتم تعويضه في ذلك المنصب الهام بمساعده المهندس رضوان المعمري. لم يكن في الأمر ما يدعو إلى استغراب، فأن يخلف رئيس القسم مساعده منذ نحو 20 سنة أمر طبيعي جدا. لاحقا سيعلم أن المهندس أحمد الدقيقي وقبل أن يستفيد من المغادرة الطوعية أحدث مقاولة في البناء والأشغال الكبرى جعل على رأسها أحد أصهاره، وما أن تحرر من التزامات الوظيفة وجهز المقاولة بكل ما تحتاج إليه من معدات، حيث صرف كل الأموال التي حصل عليها كتعويض، صار يباشر تسيير المقاولة شخصيا. ولم يكن في ذلك أيضا ما يثير الاستغراب، فالرجل لم يحد عن مجاله كمهندس. استلم المهندس رضوان المعمري مهامه الجديدة، وصار رجل الصفقات في وزارة التجهيز. ولكن المقاولين الذين كانوا قد تعودوا على الدقيقي وطريقته في تصريف الأمور، والتي لم تكن تخلو من تفاهمات وأخذ وعطاء، وجدوا أنفسهم في مواجهة رجل مستقيم، وكانت استقامته كثيرا ما تعارضت مع مصالحهم. لم يختفي المهندس أحمد الدقيقي من المشهد تماما، فقد كانت متقاربة زياراته إلى مقر وزارة التجهيز، وعلى وجه التحديد إلى القسم الذي كان على رأسه قبل بضعة أشهر. كان يبرر تلك الزيارات بشوقه إلى الأحبة رفاق العمل على مدى سنوات طوال، ولكن زيارات المجاملة تلك كانت ذريعة وغطاء لسعيه الحثيث إلى معرفة خبايا صفقة توشك الوزارة على نشر طلب مناقصة بشأنها. لم تكن تلك الصفقة سوى صفقة الملف الذي اجتهد الدقيقي في إعداده قبل المغادرة الطوعية، وكان يتعلق ببناء أحد السدود الصغيرة. كان مطمئنا إلى حد كبير أن الصفقة ستؤول إليه. أليس صاحبه من يرأس قسم الدراسات والمسؤول عن فتح أظرفة العروض ومالك زمام القرار الفصل في تلك الأمور؟ ثم أليس هو من أوصى بأن يخلفه في هذا المنصب الهام المهندس المعمري؟ نعم، لا أحد يجادل في ذلك، ولا المهندس رضوان المعمري.
ولكن الذي فاجأ دقيقي أن طلب العروض الذي تم تعميمه بشأن تلك الصفقة التي كان ينتظر أن تؤول إلى مقاولته نص على أن يتوفر في كل مقاولة تشارك في المناقصة شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية. كان ذلك عائقا كبيرا في طريق استفادة مقاولة دقيقي وفوزها بالصفقة، لأنها لم تكن تتوفر سوى على شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثالثة. بالنسبة لأحمد دقيقي فقد آن الأوان ليطرق باب صديقه الذي خلفه في المنصب ليمكنه من الصفقة. لم يكن المهندس أحمد دقيقي يخشى من أن ينافسه طرف آخر في السعر الذي يعرضه، هو يعرف الملف جيدا لأنه من قام بإعداده. الذي كان يزعجه هو ذلك الشرط الذي ورد في نص الإعلان عن طلب العروض. سعى دقيقي إلى إقناع المهندس رضوان المعمري بسحب ذلك الشرط الذي يلزم مقاولته بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية. هو يعلم أن ذلك مستحيل لأن مقاولته حديثة الإنشاء، ولأن تلك الشهادة لا تسلمها وزارة تجهيز سوى بناء على معطيات حقيقية وشواهد رسمية لا تملكها مقاولته. لاحظ المهندس دقيقي وهو الخبير بعالم الصفقات أن خلفه ارتكب خطأ إداريا، إذ أن الإعلان عن طلب العروض لم يحترم المدة القانونية التي يجب أن يستغرقها الإشهار، وطرق بابه بجلباب الناصح الأمين بأن يتدارك الأمر بإرجاء موعد فتح الأظرفة بما يسمح له بالإبقاء على غموض حول شرط شهادة الكفاءة المهنية. قال له إنه يطلب منه ذلك حتى يتسنى له أن يجرب مدى قدرته على خوض غمار المقاولة والصفقات العمومية. خاب دقيقي في مسعاه، فقرر أن يحاول التأثير عليه بواسطة زوجته. جاءتها امرأة دقيقي زائرة، ولم يكن في ذلك ما يثير الاستغراب، فقد تعودتا تبادل الزيارات. ولكن المرأة ما لبثت أن دفعت بمجرى الحديث إلى المقاولة التي أنشأها زوجها وضرورة حصولها على صفقة أولى هامة حتى يضمن لها الاستمرار. قالت لها إن الحصول على تلك الصفقة بيد المهندس المعمري زوجها، وطلبت منها أن تساعدها بالضغط عليه ومحاولة إقناعه، وعدتها بأنها ستحاول. وكان دقيقي قد أفضى إلى زوجته بأن تجتهد في ذلك ولو كلف الأمر هدية ثمينة تقدم لزوجة المهندس رضوان المعمري. قال لها إنه إذا ما حصل على تلك الصفقة فستكون إقلاعة ناجحة لمقاولته، لأنه حينما كان يعد الملف الخاص بذلك السد الصغير حرص على تأثيث دفتر التحملات بثغرات كثيرة تتيح له التلاعب في المواد التي سيتم استعمالها في بناء تلك المنشأة. يئس أحمد دقيقي من التأثير على المهندس رضوان ليغير موقفه، وصار يفكر في وسيلة ضغط تكون أشد تأثيرا. كان ما أنفقه في بناء تلك المقاولة هو كل ما استطاع أن يدخره من مال، فضلا عن التعويضات التي حصل عليها بعد أن استفاد من المغادرة الطوعية. علمت زوجة دقيقي في المرة الأخيرة التي زارت فيها منزل المهندس رضوان أن ابنته سناء التي تتابع دراستها في فرنسا سوف تعود مطلع الأسبوع المقبل، تحديدا يوم الاثنين الذي يصادف 11 من يوليوز من العام 2005. وقد أفضت بذلك إلى زوجها في سياق حديثها عما دار خلال تلك الزيارة. التقط دقيقي تلك المعلومة وفكر في استعمالها للضغط على رضوان، وقد علم من مصادر له في قسم الدراسات بوزارة التجهيز أن رضوان سيكون يوم عودة ابنته من فرنسا منشغلا في اجتماعات بالوزارة، ولذلك فإنه لن يمضي إلى استقبال ابنته في المطار. في يوم عودتها كلف دقيقي أحد رجاله بالذهاب إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وانتظار سناء. كانت في يده لوحة كتب عليها سناء دقيقي. كانت الشابة في جملة المسافرين، وما أن لمحت اسمها في اللوحة التي يحملها ذاك الرجل حتى تقدمت منها. قالت له: أنا سناء.
حياها باحترام وقال لها إنه سائق من وزارة التجهيز كلفه والدها المهندس رضوان بقيادتها إلى منزل العائلة في الرباط. لم تطرح الشابة أي سؤال، ومضت معه إلى موقف السيارات، وضعت أشياءها في صندوق الأمتعة وجلست في المقاعد الخلفية للسيارة. دون ما انتظار انطلق السائق. كانت سناء قد اتصلت بالبيت لما حطت الطائرة وأخبرت والدتها بأنها وصلت بسلام. لما وصلت السيارة إلى ملتقى طريق الرباط وبن سليمان، ادعى السائق أن عطبا لحقها وأن عليه أن يتوقف قليلا لإصلاحه. لم تنزعج الشابة لذلك كثيرا، وما أن توقفت السيارة ونزل السائق حتى فاجأها رجل اقتحم المقاعد الخلفية، رش وجهها بمادة جعلها تفقد الوعي سريعا. لما أفاقت ولم تكن تدري كم مر من الوقت، وجدت نفسها في غرفة محكمة الإغلاق. صرخت وهي تطلب النجدة، ولما أعياها الصراخ استلقت على فراش كان يملأ أحد أركان الغرفة. تأخر وصول سناء إلى بيت أسرتها. كانت أمها تظن أنها ربما كانت برفقة صديق أو صديقة، ولذلك فضلت ألا تتسرع في إبلاغ والدها بذلك. وفي المساء لما عاد المهندس رضوان المعمري إلى البيت، فوجئ بأن ابنته لم تصل بعد. اتصل بها في هاتفها، كان مغلقا. اتصل بالمطار، فعلم أنها كانت في جملة المسافرين الذين وصلوا من باريس في حدود 11 ضحى. تلك الليلة لم يغمض جفن للمهندس رضوان ولا لزوجته، ظلا يفكران فيما قد يكون ألم بسناء. وفي الصباح لما دخل مكتبه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول، قال له إن سناء ابنته ستقتل إن هو لم يدفع فدية مالية قيمتها 30 مليون سنتيم. حذره الذي كلمه أنه إن اتصل بالشرطة فسيعجل بإعدام ابنته. في تلك الليلة لم يغمض جفن للمهندس رضوان المعمري ولا لزوجته، باتا يفكران في الذي قد يكون حدث لابنتهما سناء العائدة من فرنسا. في البدء حسبت والدتها أن الشابة جاءت برفقة صديقة أو صديق، وأنها ربما تحاشت اصطحاب من معها إلى البيت. كان ذلك افتراضا من جملة افتراضات كثيرة. الذي زاد من قلق المهندس رضوان المعمري أنه لما اتصل بالمطار أخبر بأن ابنته سناء كانت في جملة من وصلوا على متن تلك الرحلة التي حطت بمطار محمد الخامس في حدود 11 ضحى. في الصباح وقد اتفق مع زوجته على أن لا يتعجل بالإبلاغ عن اختفاء سناء، عاد المهندس رضوان إلى عمله في وزارة التجهيز، حيث هو المسؤول عن الدراسات وصفقات المنشآت. بضع دقائق بعد أن استقر على كرسيه رن هاتف مكتبه. كان المتصل رجل لم يقدم نفسه، ولكنه مضى مباشرة يبلغه رسالة. قال له إن سناء سوف تقتل إذا لم يدفع فدية مالية قيمتها 300 ألف درهم. وكما في الأفلام التي تتناول جرائم الخطف، حذره الذي كلمه من كل محاولة للاتصال بالشرطة. ثم انقطعت المكالمة. عاد رضوان على الفور إلى منزله يبلغ زوجته بالذي حدث ويستشيرها فيما يجب القيام به. تصرفت بغريزة الأم وأخرجت كل حليها ووضعتها رهن إشارته على أن يتدبر هو باقي المبلغ. كان يعلم أن الأمر ليس بالسهولة التي قد تتصور، فالأصحاب الذين يمكن الاعتماد عليهم ليسوا بالثراء الذي يتيح لهم مساعدته. طرق باب الوزير وعرض عليه الأمر. لم يتأخر الوزير في التجاوب مع قضية المهندس رضوان، وأفضت مساعيه إلى اجتماع أمني رفيع المستوى. كان القرار ألا يجري المهندس رضوان أي اتصال بالعصابة التي تحتجز ابنته إلا بعد الحصول على إذن السلطات القضائية والإدارية لوضع كل الخطوط الهاتفية التي يستعملها على طاولة التنصت. بعد انقضاء 24 ساعة
اتصل به أحدهم ليقول له إن البنت في مكان آمن وإنه لن يمسها سوء ما ظل ممسكا عن إبلاغ الشرطة. طلب رضوان من مخاطبه أن يمكنه من سماع صوت ابنته أو أن يبعث إليه بصورة تثبت سلامتها. أبلغه أيضا أن البنت تعاني من مرض الصرع وأنه يتعين عليها تناول دوائها في مواعيد محددة ومضبوطة. أجابه الصوت أنه سيبعث إليه برسالة ستحمل إليه ما يثبت أن سناء ما زالت على قيد الحياة. تم تسجيل المكالمة ولكن قصر مدتها لم يتح تحديد المكان الذي أجريت منه. سمعت سناء وقع خطى تقترب من باب تلك الغرفة التي توجد بها. تظاهرت بأنها أصيبت بنوبة صرع. لما فتح الباب تقدم نحوها أحدهم، بدت له فاقدة الوعي. مضى إلى المطبخ وأحضر نصف بصلة كبيرة وصار يمررها بمحاذاة أنفها. كان صاحب له يضع أمامها صحيفة بتاريخ ذلك اليوم ويلتقط لها صورا. تظاهرت باستعادة الوعي. ناولها ورقة وقلما وقال لها أن تكتب إلى والدها كلمات تطالبه فيها بالعمل على تخليصها سريعا مما هي فيه وأن يفتديها. تظاهرت بأنها منهكة ورجته أن يمنح لها بعض الوقت لتكتب. خرج الرجلان وأغلقا الباب بإحكام. سمعت أحدهما يقول للآخر إن المسألة بدأت تستغرق وقتا وإن عليه أن يبلغ السحمد الدقيقي بأن البنت أصيبت بنوبة صرع أنهكتها. السحمد الدقيقي لم يكن اسما غريبا عنها، فقد درجت صبية على مناداته عم أحمد. ساورتها شكوك، يصعب عليها أن تصدق أن ذاك الذي كان يأتيها بالحلوى عمد إلى خطفها ومساومة عائلتها. كتبت بقلم أزرق عبارات تستجدي والدها وترجوه التدخل سريعا لإنقاذها وأن يدفع الفدية المطلوبة. في آخر الصفحة وضعت 3 نقط. أرادت سناء أن تبلغ والدها بما سمعته دون أن يتفطن خاطفوها. تذكرت لعبة كانت تلعبها مع صديقاتها في الطفولة، الكتابة بالحبر السري. كذلك كان الصبية يسمونه مستحضرين قصصا وحكايات من مسلسلات الرسوم المتحركة. كان سجانوها لما انصرفوا قد خلفوا وراءهم في تلك الغرفة الخالية نصف بصلة من الحجم الكبير، لعلهم فكروا في استعمالها إن عاودت الفتاة نوبة الصرع. أخذت سناء نصف البصلة وضغطت عليه بقدمها على الأرض وحصلت على شيء من السائل. بغطاء القلم الذي غمسته في ماء البصل كتبت على ظهر الصفحة: عم أحمد الدقيقي وراء خطفي. في الصباح جاء أحدهم وحمل الورقة دون أن يتكلم. كان يضع على وجهه لثاما. في وقت لاحق من اليوم توصل المهندس رضوان بالرسالة. كانت معها صورة ابنته، كانت تبدو ممددة على فراش وعلى صدرها عدد الأمس من صحيفة يومية. أسرع بتسليم ما توصل به إلى العميد الذي يتابع القضية، وقد لفت انتباهه وجود النقط 3 أسفل الرسالة، بما يعني حسب المتعارف عليه أن بقية الرسالة كتبت على ظهر الصفحة، ولكنه لما قلبها لم يكن يظهر عليها أي شيء. وحيلت الرسالة على مختبر الشرطة العلمية، وأثناء فحصها تبين أنها تحمل أثر سائل ما. كذلك تم اكتشاف الرسالة السرية لسناء، كانت تقول: عم أحمد الدقيقي وراء خطفي. كان المهندس الدقيقي يزور عائلة المعمري متظاهرا بالاطمئنان على أحوالها، ولم يكن في تلك الزيارات التي تقاربت وتيرتها منذ أن اختفت سناء ما يثير الاستغراب. فقد كان المهندس أحمد الدقيقي رئيسا للمهندس رضوان في العمل على مدى 20 عاما، ثم إنه هو الذي اقترح رضوان لخلافته لما استفاد من المغادرة الطوعية. الذي غاب عن المحققين وما كان لرضوان أن يبوح به أن العلاقة بينه وأحمد الدقيقي لم تعد كما كانت عليه من قبل،
بعد أن رفض قبل بضعة أسابيع التجاوب معه وتمكينه بدون وجه حق من صفقة بناء أحد السدود الصغرى. ما كان لرضوان أن يبوح بذلك، إذ لم يكن لديه من مبرر ليربط بين تدهور علاقته مع الدقيقي واختفاء سناء بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس. ولكن ما جاء في رسالة سناء التي أبلغها الخاطفون إلى والدها، تلك العبارات التي كتبت بماء البصل، جعلت المهندس أحمد الدقيقي يدخل خانة المشبوه فيهم. تم وضعه تحت المراقبة، وكان رضوان يبلغ المحققين بكل ما يصدر عن الرجل من قول أو فعل، وهكذا علموا أنه كان وبإصرار ظاهر يدفع عائلة المعمري إلى دفع الفدية، ويوحي إلى المهندس رضوان بأنه على استعداد لإقراضه المبلغ، ويطمئنه بأنه لن يسدده إلا بعد فترة ولو استغرق الأمر سنوات. وبإعاز من المحققين الذين كانوا يرغبون في تجميع كل ما يثبت تورط الرجل، أبلغه رضوان بأنه سيرد عليه بعد 24 ساعة. مساء ذلك اليوم، وقد مرت الآن 4 أيام على اختفاء سناء، ما أن خرج الدقيقي من دار عائلة المعمري حتى هاتف أحدهم. كان هاتفه على طاولة التنصت، وقد سجلت المكالمة، حيث كان يبلغ مخاطبه بأن والد الفتاة سوف يقرر في الفدية خلال 24 ساعة. وقد تبين أنه كان يتحدث إلى شريك له يدعى خليل الناري، الذي استطاع الباحثون كشف هويته من خلال رقم هاتفه. كان الرجل معاونا له في قسم الدراسات بوزارة التجهيز، وقد استفاد هو الآخر من المغادرة الطوعية. وضع الناري تحت المراقبة، إذ سرعان ما تم تحديد مكانه. بعد 3 ساعات تقريبا أخذ الناري وجهة بوزنيقة. كان مفتشان يقتفيان أثره دون إثارة الانتباه. توقف عند الجزارين واشترى طعاما، ثم امتطى سيارته وواصل إلى ضيعة تبعد عن مركز بوزنيقة ب1 كيلومترات. ما أن توقفت سيارته حتى فتح له أحدهم الباب ودخل. كان المفتشان يبلغان العميد المشرف على العملية بكل المستجدات. تم تحديد مكان وجود الفتاة. كانت خطة التدخل جاهزة، وكانت الفرقة التي يقودها العميد بوعرفة على أتم الاستعداد للتدخل. بعد 2 ساعات كانت الضيعة مطوقة، وبسرعة تم تخطي السور والإمساك بالحارس. لم تترك له فرصة للصراخ. تسلل العميد ومعه 3 من المفتشين إلى داخل البناية. من غرفة تقع في عمق الممر في الطابق الأرضي، سمعوا أحدهم يحاول أن يطمئن الفتاة بأنها سوف تستعيد حريتها في القريب. فاجأه رجال الأمن، أمسكوا به. كان خليل الناري نفسه. تم تصفيده بسرعة. كانت سناء مستلقية على الفراش، وكانت تعاني من تعب وتوتر، ولكنها فيما يبدو لم تكن تعاني من أي إصابة. تقدم منها العميد وطمأنها، ثم أبلغ والي الأمن بتحرير الرهينة. في تلك الأثناء في الرباط كانت فرقة تطرق باب أحمد الدقيقي، ألقي عليه القبض. كان صاحبه قد اعترف بأنه من دبر خطف سناء للضغط على والدها وحمله على التدخل حتى ترسو صفقة السد على مقاولته التي لم تكن مستوفية الشروط. تم تقديم الدقيقي وشركائه إلى النيابة العامة بتهمة الاختطاف والمطالبة بفدية.